إلى الشعب المصري العظيم كل التحية والإكبار والإجلال لشعبنا الأبي الذي ساند أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة وكان خير العون والسند لهم في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك الإنجازات والنجاحات الأمنية. وأؤكد للشعب العظيم أن تلك المحاولات اليائسة لن تثنينا عن استمرار جهودنا وتضحياتنا لحماية أمنه وأمان أبنائه وحفظ مقدرات الوطن واستقراره، وأننا مستعدون جميعا من أول الوزير حتى آخر مجند أن نستشهد من أجل حماية هذا الوطن ومقدراته. رابعا، رسالة إلى العناصر الإرهابية والجماعات التي تعتنق نفس الفكر. أحذركم جميعا من مغبة ترويع الآمنين، فمهما كانت التحديات والمخاطر لن تزيد الأجهزة الأمنية إلا قوة وإصرار على مواصلة ملاحقتكم وتقديمكم للعدالة. عليكم مراجعة أفكاركم ومواقفكم، فطريقكم سينتهي بالفشل والخسران. حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله.